المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. وزير الشؤون الخارجية يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. اختتام المعرض الثاني والمنافسات الوطنية للابتكار والصناعة في أسمرة. معهد جندع لمساعدي التمريض يخرج دفعة جديدة من طلابه. النيجر تعلن الحداد بعد مقتل عشرات المدنيين في هجوم لمسلحين. الكرملين يؤكد أن اتصال بوتين وترامب خطوة نحو لقاء مباشر. ومقتل 4 أشخاص جراء حرائق عقابات في كوريا الجنوبية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. التقى وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح اليوم الأحد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ونقل إليه رسالة فخامة الرئيس إسياس أفورقي. تتعلق رسالة فخامة الرئيس إسياس أفورقي حول تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث اللقاء سبل تقوية التعاون القائم بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. حضر اللقاء من جانب مصر وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ورئيس المخابرات العامة حسن رشاد، ومن جانب إريتريا القائم بأعمال السفارة الإريترية في جمهورية مصر العربية السيد أمان عبد الواسع. وكان وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح قد التقى أمس وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي. وركز اللقاء على العلاقات الثنائية والتعاون المشترك وقضية أمن البحر الأحمر وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. اختتمت فعاليات الدورة الثانية للمعرض والمسابقة الوطنية للابتكار والصناعة التي نظمت في العاصمة أسمرة بالتعاون بين الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا ووزارة الزراعة يومي 21 و22 من مارس تحت شعار ابتكار شبابنا تنمية مستدامة. اختتمت بتتويج الفائزين. وقالت الآنسة هيلين أميني رئيسة قسم المشاريع في الاتحاد إن المعرض والمسابقة الوطنية اشتملا على 106 مشروعا، منها 64 من الإقليم الأوسط و15 من إقليم شمال البحر الأحمر، و9 من إقليم القاشبركة، و8 من إقليم عنسبة، وأيضا 8 من الإقليم الجنوبي، و2 من إقليم جنوب البحر الأحمر. ومن بين المشاريع تم تصنيف 53 مشروعا في الهندسة الكهربائية، و18 في الهندسة الكيميائية، و27 في الهندسة الميكانيكية، و7 في هندسة الكمبيوتر، و1 في الهندسة المدنية. وشهدت مناسبة الاختتام تقديم جوائز نقدية وشهادات ل10 مشاريع، فيما سيتم تشجيع الفائزين الأولين بتقديم قرض بدون فوائد ما قيمته 50,000 نقف لكل منهما. كما تم توزيع شهادات المشاركة والتقدير على المساهمين على مستوى المؤسسات والأفراد. وشكر رئيس الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا السيد صالح أحمد دين المشاركين وكل من ساهم في نجاح المعرض والمنافسة الوطنية، مؤكدا العمل بقوة لجعل الحدث يتضمن مستقبلا مسابقة أفكار والإجابة على أسئلة الملكية ودعم الابتكار. ودعا وزير الزراعة السيد أرفعين برهي كافة الهيئات الحكومية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة إلى المساهمة في تشجيع ودعم المبتكرين والمصنعين بالوقوف إلى جانب الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا. قامت مدرسة جندع لمساعدي التمريض يوم أمس 22 من مارس بتخريج 100 طالب وطالبة من الدورة 10 لمساعدي التمريض الذين تم تدريبهم نظريا وتطبيقيا لمدة عام و6 أشهر. وهنأت مديرة المدرسة الممرضة فاطمة إبراهيم الخريجين على نجاحهم في الامتحان العملي، ووجهت الشكر لمستشفيات جندع وفعبة ومصوع وغيرهم من دعمهم في فترة الدراسة، معربة عن امتنانها الخاص لمركزي أماتر وماي أدكم الصحيين.
وقال منسق مدارس مساعدي التمريض في الإقاليم الممرض ميكائيل جهراي إن الخريجين تلقوا تدريبا عمليا مكثفا لمدة 6 أشهر من أصل 18 شهرا قضوها في التدريب، وأن التدريب سيساهم في توظيف المهنيين وتوسيع الخدمات الصحية. وذكر القائم بأعمال المدير العام لدائرة التخطيط وتنمية الموارد البشرية في وزارة الصحة الدكتور برهان الدبرو، ذكر أن مهنة التمريض تحتاج إلى الانضباط والتفاني العالي والاجتهاد في علوم الصحة والوعي، مذكرا إياهم التحلي بالقيم المهنية للتمريض. وأكدت ممثلة الخريجين استعدادهم لخدمة الشعب والحكومة الذين بذلوا جهدا حثيثا لتعليمهم حتى وصلوا إلى هذا المستوى بالعمل المتفاني. وقد قامت مدرسة جندع لمساعدي التمريض التي بدأت نشاطها في عام 2008 بتخريج ما مجموعه 981 طالب، من بينهم 602 طالبا. عقدت الجمعية الإرثية للجيولوجيين ومهندسي التعدين التي تأسست في ديسمبر من عام 2019 مؤتمرها تحت شعار التعدين المسؤول من أجل التنمية المستدامة يومي 21 و22 من مارس في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال بالعاصمة أسمر. وقال المدير العام لقسم المعادن في وزارة الطاقة والمعادن السيد ألم كبراب إن الجمعية تأسست لتبادل المعرفة ورفع مستوى البحث والتكنولوجيا بالإضافة إلى التطوير المهني، ولكنها أيضا مركز لاستكشاف حدود جديدة في مجالات تخصصها. وتطرق المؤتمر إلى أنشطة التعدين وآثارها وتحدياتها، فضلا عن أنشطة التعدين في إريتريا والدروس المستفادة منها، وكذلك الآثار البيئية للتعدين والاحتياطات الواجب اتخاذها، وسياسة الاستثمار التعديني في إريتريا، بالإضافة إلى الاستثمار التشاركي وفوائده في ضمان التنمية المستدامة، وأنشطة التنقيب عن المعادن الحالية في إريتريا، وكذا التنقيب عن المعادن التي توجد على قيد التطوير والتوسع، وظاهرة الزلازل وعواقبها، وإمدادات المياه، وإدارة مدينة عصب، بالإضافة إلى عرض ومناقشة 14 ورقة بحثية ركزت على موارد المياه الجوفية وغيرها. كما تم إجراء مناقشة مشتركة حول ماضي وحاضر ومستقبل قطاع التعدين في إريتريا. وقام المشاركون في الختام وبعد الموافقة على الدستور المعدل للجمعية بانتخاب هيئة تنفيذية جديدة. تم عقد منتدى في مديرية ملقي في 19 من مارس الجاري يهدف إلى خفض معدلات الوفيات من خلال ضمان سلامة الأم والطفل وزيادة مشاركة المرأة في المدارس. وأوضح المدير التنفيذي للمديرية السيد هانس آب ولدو أن الهدف من المنتدى هو رفع مستوى الوعي بين النساء بشكل عام والأمهات بشكل خاص، وزيادة الوصول إلى المرافق الصحية والقضاء على الظواهر التي تعيق مشاركة المرأة في التعليم. وتم بالمناسبة تقديم شرح عن الأنشطة المنفذة والنتائج المحققة في ضمان حقوق الطفل ومشاركة وكفاءة المرأة في التعليم وسلامة الأم والطفل. وذكر المشاركون بالعمل الجاد للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة التي تعيق تطور المرأة من خلال تطبيق القواعد الداخلية الصادرة من خلال النقاش المشترك. ولقد أشار مدير مديرية ملقي السيد زرعي برهي إلى أن المنتدى جزء من الجهود المتضافرة لضمان نمو وتطور المرأة، وأنه من المتوقع أن تنحصر المشاكل التي نوقشت في المنتدى في المستقبل القريب. شهدت حاضرة إقليم عنسبة مدينة كرن في الفترة من 17 وحتى 21 من مارس تنظيم دورة تدريبية لخبراء زراعيين قادموا من جميع مديريات إقليم عنسبة، تركزت حول التأثيرات البيئية والمناخية والاجتماعية من أجل تعزيز استثمارات تنموية. ويهدف التدريب الذي أجراه متخصصون من المكتب المركزي لوزارة الزراعة إلى تعزيز المعرفة واتخاذ الاحتياطات اللازمة بهدف تجنب التلوث والتدهور البيئي والتنوع البيولوجي أثناء تنفيذ البرامج التنموية. وقال الخبراء إنه من المهم إقامة علاقات أفضل مع السكان وفهم التأثير وإيجاد الحلول لجعل الاستثمار في التنمية الزراعية أكثر نجاحا. وأوصى المشاركون لاستمرار التدريب نظرا إلى الفوائد المعرفية المحصلة منه.
مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. في إحدى أسوأ المآسي التي شهدتها النيجر في الآونة الأخيرة، قتل 44 مدنيا في هجوم إرهابي وقع في منطقة غومبيت الواقعة غرب البلاد. وقد أسفر الهجوم الذي نفذته جماعات جهادية عن سقوط عدد كبير من القتلى بينهم نساء وأطفال، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إعلان الحداد الوطني لمدة 72 ساعة. وقع الهجوم في قرية غومبيت التابعة لمنطقة تهوى عندما تعرضت القرية لاعتداء لهجوم شنه مسلحون ينتمون إلى جماعات جهادية تنشط في المنطقة. ووفقا لمصادر محلية، استخدم المسلحون أسلحة نارية ثقيلة، مما أدى إلى مقتل 44 مدنيا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وقد خلف الهجوم دمارا واسعا، إذ تضررت العديد من المنازل والمرافق المدنية. قالت الرئاسة الروسية الكرملين إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب كان خطوة نحو لقاء مباشر، بحسب ما ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء. وأضاف الكرملين أن المحادثات الروسية الأمريكية المقررة في العاصمة السعودية الرياض هذا الاثنين ستكون أيضا خطوة مماثلة. وكان المبعوث الأمريكي لأوكرانيا كيث كيلوغ اعتبر في وقت سابق أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في الرياض ستشهد دبلوماسية مكوكية في فندق. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن البيت الأبيض يأمل في تحقيق هدنة بحلول 20 من أبريل المقبل كموعد مستهدف لإنجاز الاتفاق. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الجدول الزمني قد يمتد لفترة أطول بسبب الفجوات الكبيرة بين موقفي الجانبين. لقي 4 أشخاص حتفهم في حرائق الغابات التي اندلعت في كوريا الجنوبية، وأعلنت الحكومة حالة الكارثة الوطنية حسب ما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الرسمية. ونقلت يونهاب عن وزارة الداخلية والسلامة قولها إن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ في مدينة أولوسان ومقاطعة الشمال جونغ سانغ ومقاطعة جنوب جونغ سانغ في جنوب شرق البلاد. وكانت حرائق الغابات تجتاح مناطق من بينها سان شيونغ بمقاطعة جنوب جيونغ سانغ. وقال مسؤولون محليون إنه تم العثور على 2 من المسؤولين الإطفاء ميتين، وبلغت الحصيلة الإجمالية حتى مساء السبت 4 قتلى و6 جرحى. الخبر الأخير: أطفأت معالم شهيرة في مدن حول العالم أنوارها مع انضمام الملايين إلى حملة ساعة الأرض، وهي مبادرة عالمية أطلقتها منظمة الصندوق العالمي للطبيعة، وذلك للدعوة إلى تحرك عاجل لمواجهة التغير المناخي ووقف فقدان الطبيعة والتنوع البيئي. وبدأت موجة للظلام التدريجي من نيوزيلندا، حيث أطفأت أنوار برج سكاي تاور، كما شاركت العديد من المعالم والمباني في مختلف أنحاء البلاد بهذا الحدث، إيذانا ببدء الفعالية العالمية. وبدأت حملة ساعة الأرض في أستراليا عام 2007 وتطورت لتصبح حركة عالمية. وباتت الشوارع بأكملها وأفق المدن والمعالم البارزة تظلم بشكل روتيني للفت الانتباه إلى أزمة المناخ. نختم هذه النشرة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. وزير الشؤون الخارجية يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. اختتام المعرض الثاني والمنافسات الوطنية للابتكار والصناعة في أسمرة. جمعية الخبراء الجيولوجيين الإرثيين تعقد مؤتمرها في أسمرة. النيجر تعلن الحداد بعد مقتل عشرات المدنيين في هجوم لمسلحين. الكرملين يؤكد أن اتصال بوتين وترامب خطوة نحو لقاء مباشر.
ومقتل 4 أشخاص جراء حرائق غابات في كوريا الجنوبية. هكذا مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا وياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.